بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. النهارده يا شباب هنشرح مع بعض بطريقه سريعه جدا ازاي باستخدام برنامج ال VLC تعمل تقلل مساحه الفيديو. يعني مثلا انت معاك فيديو كبير 800 ميجا جيجا ونص اي حاجه، وعايز ترفعه على اليوتيوب او كده، او عايز تقلل مساحته لهدف ما. فبدل يعني بطريقه بسيطه خالص هنستخدم برنامج ال VLC وهنصغر حجم الفيديو ده بان احنا نغير الفورمات بتاعه. مثلا لو جينا مثلا على فيديو زي كده، مثلا الفيديو ده مثلا لو بصينا هنا هنلاقي مساحة الفيديو 168 ميجا. هو ده مش كبير بس عادي، عشان انا مش عايز اطول وقت الفيديو لان هي بتاخد شوية وقت في التحويل. فلو خدنا الفيديو ده مثلا قلنا هنشتغل عليه، هنفتح برنامج ال VLC اللي هو شبه القرطاس ده. هتروح على ميديا، وبعدين على convert and save، وبعدين هتعمل add، وتروح على المكان اللي انت حاطط فيه الفيديو بتاعك. احنا عندنا الفيديو على الديسكتوب، بس انا نيو فولدر رقم 6 ده open. فهيفتح معاك بالشكل ده كده. طبعا انا كنت عامل تحويل لحاجة تانية فهاجي عليها كده واشيلها، هيفضل عندي ده بس. بعد كده هتروح عند convert and save، وبعدين على الايكون دي اللي هي create new profile، وبدل ما هي عامل select على MBEG تي اس دي، هتلغي السلكت من عليها وهتاخد mp4/mov. تمام. بعد كده تخش على فيديو اند كود عند كودك، وتسلكت على فيديو، وتسلكت كمان على كيب اورجانيك كيب اوريجينال فيديو تراك. وكذلك الامر هتروح على اوديو كودك وتسلكت برضو على اوديو عند كيب اوريجينال اوديو تراك، علشان يكون التراك بتاع الاوديو وبتاع الفيديو، يعني بتاع الصورة والصوت، ماشيين مع بعض. بعدين اعمل كرييت. بيقول لك هنا you must set a name for the profile. هتحط هنا اي اسم، وليكن مثلا نقوله مثلا اي حاجة، مثلا final، اي حاجة final، وبعدين create. بعدين هتيجي هنا على بروز، وتختار المكان اللي انت هتحط فيه. مثلا نخلوه هنا برضو في نفس المكان، ونسموه برضو final. تمام. ونقول له سيف، وبعدين ندوس على كلمة start دي، هتلاقيه يبدأ يعد معاك من هنا اهوت. طيب هو هيطول شوية، فانا هعمل بوز، لما يخلص ارجع لكم تاني. طبعا هو بياخد وقت شوية يا شباب، علشان الموضوع التحويل ده، يعني كل ما حجم الفيديو بيكبر معاك كل ما الوقت بيزيد معاك شوية. بس احنا خلاص قربنا نخلص اهوت. بعد كده هيظهر معاك الفيديو، وبعد كده هنقارن الفرق ما بين المساحتين، وان شاء الله يكون فرق مرضي يعني. هو كده خلاص شبه خلص. بيعمل بروسيسنج خلاص لاخر كام ستيب. هتظهر معاك دي، سيبها عادي. بعد كده هتروح على المكان اللي انت كنت مسيف عليه، هتلاقي ظهر معاك الفيديو. لو جينا بصينا على المساحة بتاعته دلوقتي، هتلاقيه بقى 62 ميجا، في حين لو رقم 6 ده كان كام؟ كان 168 ميجا، ففي فرق اكتر من 100 ميجا. فده حلو جدا يعني. اتمنى اكون ساعدتكم ولو بجزء بسيط. شكرا. لو استفدت يا ريت تعمل سبسكرايب، وتحاول تشير الفيديو او تعمل لايك حتى علشان غيرك يستفيد. شكرا، سلام.